ليه الست اللي طاقة أنوثتها عالية بتكون من أنجح الزوجات؟ تعالوا أقول لكم على كام نقطة مهمة. أول حاجة، طاقة الأنوثة العالية بتجذب طاقة الذكور. الرجالة بطبعهم وخصوصا اللي عندهم طاقة ذكورية عالية بينجذبوا دايما للست اللي بتتمتع بطاقة أنثوية متوازنة، الهدوء، الحضور، اللطف، التقبل والنعومة. تاني حاجة، بتحسس دايما الراجل برجولته. الست اللي الطاقة الأنثوية عالية عندها مش بتنافس الراجل، لكن بتعزز عنده إحساسه بالقيادة والحماية والعطاء، وده بيريحه نفسيا وبيزيد تعلقه بيها. تالت حاجة، بتبني علاقة توازن وليست صراع قوة. في العلاقات الطاقة الأنثوية مش معناها الضعف، ولكن معناها الذكاء العاطفي وخلق مساحة آمنة ودافية للحب والدعم، وده بيخلق انسجام بين الزوجين. رابع حاجة، بتقدر تستقبل وتعبر عن احتياجها بطريقة تتحب. الأنثى اللي بجد بتعرف ازاي تطلب وتستقبل بدون ما تكون ملحة أو متطلبة، وده بيخلي الراجل يديها أكتر من اللي كانت طالباه بمزاجه وبيكون مبسوط كمان. يا ترى بقى انت شايفة نفسك الأنثى اللي بجد ولا بتحبي تكوني ندية مع الراجل؟ حياة سوية مع اسلام أنور، والسلام عليكم.